السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء ما قدرتش تمسك دموعها وهي في بيت ميسيو جانو اللي دلوقتي بقى بيت ياسمينة. ليها حق، ليكي حق يا مدام هناء. صراحة صعب جدا، خصوصا ان انت عارفاه بقاله يجي 12-13 سنة عارفاه، والراجل كان بيعتبرك بنته وانت كنت بتحبيه جدا زي والدك رحمة الله عليهم الاتنين. فصعب دخلتي عمالة تفتكري، ليكي ذكريات كتير جدا في قلب البيت. هنا كان بيعمل ايه، وهنا كان في ايه، وهنا كان بيقابلك ازاي. فصراحة كتر خيرك كتر خيرك. الناس اللي عمالة تقول ما عمالة ترقص ولكن الراجل توفى وفرحانة وبتضحك، مين قال لكم ان هي مش حزينة؟ مين قال لكم ان هي مش جواها قلبها مكسور؟ مين قال لكم ان هي مش تعبانه من جواها؟ هي بتضحك بس قدامنا كده، لكن هي من جواها حزينه جدا، حزن السنين على الراجل ده، اكن والدها هو اللي توفى. بس في ناس كتير ما بتقدرش ولا بتفهم في الحاجات دي، هم شايفين مدام هناء بس بتضحك وخلاص ومش حزنانه على الراجل. لا، مدام هناء حزنانة على الراجل جدا جدا جدا، أكن أبوها اللي توفى رحمة الله عليه. فربنا يرحمه يا مدام هناء، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. فمش عارفة أقول لك إيه يا مدام هناء، هو صعب عليكي قوي وأنا أنت زعلت على إن المرجحة اتقطعت مش موجودة. أنا كمان زعلت جدا يا مدام هناء، كنت بحب جدا أسمعك وأنت بتغني فيها ساعات. يلا الحمد لله الحمد لله، أولاد ميسيو جانو جم أخدوا كل الحاجات اللي هم محتاجينها وخلاص كده. مدام هناء هتوضب في البيت هي وياسمين، ربنا يعينكم عليه يا مدام هناء، لان البيت شكله دلوقتي محتاج مصاريف كتير جدا جدا. ربنا يعينك يا مدام هناء انت وفيروز، وان شاء الله يتوضب وتأجروه باذن الله يا مدام هناء. مدام هناء غنت في الاخر اغنيه لشيرين كده يا قلبي، اغنيه حزينه، اغنيه تقطع القلب بصراحه. ربنا يعينك يا مدام هناء ويقويكي، وربنا يرحمه برحمته يا رب. يلا يا بنات عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.